السلام عليكم. بص بقى يا معلم، لو عايز تتعلم لوغاريتمات يبقى تطرطق لي ودنك وتسمع اللي هقوله عن احمد بلال كويس جدا، واللي عاش فتره بلال عارف الكلام ده كويس. وكاس العالم للشباب يبقى رونالدينيو، ويبقى في نجم منتخب مصر اسمه احمد بلال بعد البطوله دي. وطبعا كان في وحوش في هجوم الاهلي، وكان طبيعي ما يظهرش لحد ما جه ماتش مع فريق نيجيري في نيجيريا، وفي مباراه مهمه ومفيش ولا راس حربه في الاهلي، وينزل بلال يلعب ويسجل. قلنا خلاص كده جبرت مع احمد بلال، ولكن يختفي بلال نهائيا عن الظهور، ويجي يمسك الفريق مانويل جوزيه ويقرر الاستغناء عن احمد بلال نهائيا، لدرجه ان احمد بلال ما لعبش ولا ماتش في دوري ابطال افريقيا. لكن تحصل الصدفه وبلال يلعب الفرنكوفونيه مع شوقي غريب ويتالق جامد جدا، وعلى جانب اخر يتصاب فاروق، ومستوى علاء ابراهيم يقل، ويلعب بلال ماتش والتاني والتالت وياخد بلال، ومش يهدف بس، لا ده بيتالق اهداف بيمينه وبشماله وبدماغه وبكله، وترقيصات وانفرادات وحاجات متعه، لدرجه ان الموسم التاني ياخد هداف الدوري. لكن لعنه الاصابات حرمتنا من ثنائيه متعب وبلال في عز مجد النادي الاهلي. بلال احترف وما نجحش ورجع وبقى في صدام مع كينج اوف ذا صدمات حسام البدري، وتنتهي المسيره. بلال فاز مع النادي الاهلي بحوالي 4-5 دوري، و3 كاس مصر، و3 دوري ابطال، و4 سوبر افريقي. بلال فاز بكل البطولات دي مع النادي الاهلي، وفي عز ما قابل مشاكل واصابات كتيره في حياته. ما بالك بقى لو كان كمل. تحيه للكابتن احمد بلال، وربنا يا رب يطول في عمره ويبارك في صحته وعافيته ويبارك في عياله. اهلاوي انا، والفخر ليا، وهفضل ادافع عن النادي الاهلي واي حد ينتمي للتيشيرت ده لاخر نفس فيا. سلام عليكم.